ايوه هسجل. علي البيز وادخل بالبيت على طول. بس ايه رايكم في الجو ده؟ فرقه وبتاع ودي تراكيه اصلا متسجله، بس ما علينا. اللي سمع كل اللي بيحصل دلوقتي دوت يبقى بيسمع راديو معاك، يعني انت من الاخر كده حد بيفهم. يا سلام. والله اسمع بس، انا اقول لك ليه. انت عارف الاول احنا كام مذيع ولا عندنا حتى كام برنامج؟ عارف هم كتير بس شفتهم. ايوه على الكاميرا، ما احنا عندنا كاميرا. على فكره انت ممكن تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت. طب وايه الجديد يعني؟ الجديد في اللي بنقوله واللي بنفكر فيه، وعلى فكره بنفكر في نفس اللي انت بتفكر فيه دلوقتي حالا. لا شيء. وهتلاقينا دايسين معاك في كل حاجه، معاك بقى، معاك في كل حته، معاك في اي مكان. امال مسمينه معاك ليه يعني؟ ده غير انك هنسمعكم كل اللي انتوا عايزينه، اغاني جديده، اغاني حصريه. واخد بالك من حصريه دي؟ يعني عندنا احنا وبس. ده غير انك هتسمع الاخبار كل ساعه، يعني لو انت في السياسه دايس قوي ما تخافش، مش هيفوتك حاجه، اسمعنا انت بس. ما تستغربش لو سمعت منا لغه غريبه كده شويه، ممكن تلاقي كده كام كلمه مش مفهومين. ايطاليا، هورست، سند ويف، ما تقلقش عادي، كل ده عندنا احنا في راديو معاك. وعلى راي الكبير انزل كبير، راديو معاك. اخبار الا 5 على راديو معاك. ايه حيلك اخبار ايه يا ابني؟ انت داخل تسجل البرومو بتاع البرنامج بتاعي. يعني ده مش ميعاد النشره؟ لا مش ميعاد النشره. امال ايه البرومو ده؟ ده ميعاد البرنامج بتاعي بتاع ساعه مرحله، وانت داخل تسجل البرومو بتاعه. يعني انا مع مين؟ هما ما قالكش بره ولا جوه؟ طيب اديني يعني مين مع مين؟ بص، ده برنامج كل يوم جمعه من الساعه 12 للساعه 1 بيتكلم عن الاندر جراوند، وهستضيف فيه ناس من الاندر جراوند هيتكلموا عن مشوارهم وتاريخهم وحفلاتهم واخبارهم اللي جايه. يعني انت طالع مع مين؟ طالع لوحدي يا ميلانو. وانا مع مين؟ ميلانو. نعم. سجل البرومو. برومو ايه؟ يا ميلانو تاني. اوكي خلاص استنوا سوني رحالة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 1 في برنامج ساعة مع رحالة على راديو معاك. والكل اللي بيحبوا اغاني الاندر جراوند ما تروحوش بعيد، عشان دلوقتي جه ميعادكم مع برنامج ساعة مع رحالة. اهلا بكل الناس اللي بيسمعونا النهارده، تاني حلقه من برنامج ساعه مع رحاله. معاكم سوني رحاله ذات نفسه، ايوه هو انا. دي تاني حلقه لينا النهارده. كان الحلقه اللي فاتت معانا امين يوسف. مش هقول لكم النهارده بقى مين معانا، 3/4 الناس اللي معانا اكيد عارفين هو مين، بس مش عايز احرق المفاجاه للناس اللي بتسمعنا جديد. احنا هنطلع اغنيه، بس عايز اقول لكم قبل ما نطلع الاغنيه الاولانيه عشان نرجع ونكلم الضيف اللي معانا وتعرفوا مين الضيف اللي معانا النهارده، تقدروا تكلمونا على رقم التليفون 011 55 35 رقم الرسائل 92 405. خليكم معانا ما تروحوش بعيد، هنروح نسمع اول اغنيه النهارده في الحلقه، ومن الاغنيه دي اكيد كلكم هتعرفوا مين الضيف اللي معانا او مين النجم اللي معانا النهارده. ما تروحوش بعيد، راجعين لكم تاني. ولا لك ولا حتى لغيرك تاني هنركع، كرباك الظلم في ايدك ما بقاش يوجع، لو كان حافظ على غيرك ليك راح ينفع، ده انا لو بنصح في خروف يمكن كان يسمع. ولا لك ولا حتى لغيرك تاني هنركع، كرباك الظلم في ايدك ما بقاش يوجع، لو كان حافظ على غيرك ليك راح ينفع، ده انا لو بنصح في خروف يمكن كان يسمع. هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد استغلال فقر الناس وتكرت الدين. هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد استغلال فقر الناس وتكرت الدين. الشحاتة في ملتك،
سكة جهاد، والدين في ايدك سيف على رقاب العباد، وكل حتة في جسمي متباع في مزاد، هعند عشان ما بقاش فاضل لي غير العناد، بقيت الشحاتة في ملتك سكة جهاد، والدين في ايدك سيف على رقاب العباد، وكل حتة في جسمي متباع في مزاد، هعند عشان ما بقاش فاضل لي غير العناد. هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد استغلال فقر الناس وتجارة الدين، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد استغلال فقر الناس وتجارة الدين، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد الظلم انا، هتمرد ضد الجهل انا، هتمرد ضد استغلال فقر الناس. احساس جديد بيطلع من جواك، في شيء غريب كأنه بيندهلك، لو كنت كئيب من مليون سنة بتروح وتغيب، أو هتبات هنا، احنا معاك، ده حتى الراديو اسمه معاك، احنا معاك، على نفس الوزن هقول وياك، راديو معاك، راديو معاك، راديو معاك. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة. ابعتوا لنا قولوا لنا رايكم في الاغنيه، او اكيد عرفتوا طبعا مين معايا. انا مش عارف اقدمه بايه ولا ايه بصراحه، يعني بغض النظر ان النهارده انا مذيع وهو الضيف، هو برضو زي الحلقه اللي فاتت. المشكله ان هو حد من اصحابي قريبين مني جدا، حد من الناس اللي انا اتشرفت بوجودهم معايا على المسرح في يوم من الايام في كذا حفله. عملنا مع بعض اكتر من اغنيه، عملنا بلياتشو، عملنا كذا اغنيه مع بعض، وعملنا عشت محبوس معاهم مع فريق الفريق اللي هو بينضم له. مش عايز عايز اقوله ومش عايز اقول. رحبوا معايا النهارده بقى بنجم الاندر جراوند احمد موسى، نجم فرقه صندوق خشب وصديق الصدوق. مساء الخير لكل الناس اللي بتسمعنا، ومساء الخير عليك يا سوني. حد شافك وانت جاي؟ لا انا ما قلتش لحد خالص. انت متاكد؟ ما قلتش لحد، ما تقلقش. انا ميرسي جدا على المقدمه الكبيره جدا، مش متعود عليك، دايما بتقلش ودايما بتخش في الشمال. لا برضه الكلام ده وجودك برضه على كرسي المذيع بيديك كده عارف وقار، فلازم احترمه يعني. يا رب دايما تفضل مذيع. يا رب تفضل دايما مش كده. ارحمنا. بجد انا مبسوط ان انا معاك يا سوني، ومبسوط ان انا في يوم من الايام غنيت معاك وقفت معاك على الستيج، وانت من الناس المجتهدين جدا، يعني اللي في وقت قصير جدا ثبت نفسك كتير. ومبسوط ان انا معاك النهارده، ومستغربك وانت مذيع، بس يعني يلا ان شاء الله نعمل حلقه كويسه. طيب احكي لي يومك كان عامل ازاي النهارده؟ بص هو يعني عايز اقول لك حاجه، البرنامج بتاعنا رغي فاهم؟ فانت بص احكي كل حاجه عايز تحكيها. يعني. طبعا عشان كان في مشكله الحلقه اللي فاتت ان امير يوسف كان المكالمات كتير قوي، كان الموضوع كبير شويه، وانا كنت بتكلم كتير قوي، روح زعلان بقى. قال لي فاهم النهارده، قال لي لو احمد موسى اتكلم اكتر مني انت حر، فاهم؟ فبالعند في امير يوسف طبعا هخليك تتكلم النهارده طول الحلقه. يا رب ربنا يخليك. يومك كان عامل ازاي؟ هو امير يوسف فعلا نبهني للموضوع ده، فانا انا عارف، قريت البوست على الفيسبوك. هقعد ارغي كتير. لا كلمني اصلا، قاعد يحكي لي حكايه طويله يعني. النهارده يومي كان يوم عادي والله. انا بقالي يومين نايم بسببك برضو والله. مش عايزين نتكلم يعني اكتر من كده، بس يعني بقالي يومين بقول لك ايه مش مهم نايم. الحلقه ساعه لكن احنا لسه باقيين مع بعض طول العمر يعني، فاهم؟ بس فكر كويس. يعني لا صحيت بدري جدا النهارده، لان كان بقالي كتير قوي نايم. صحيت الساعه 6 الصبح كده، زي اي فنان بقى في الدنيا بينزل يجري انت عارف انت والجيم بقى الصبح وفاهم ومش عارف ايه، تنزل تمشي الكلب بتاعك وكده. لا بحاول كده بقالي فتره. بتحط تشتري كلب؟
لا ما عنديش كلب عامل زيك. فبحاول بقالي فتره كده بحاول اظبط موضوع الجري ده، فبنزل كل يوم كده نص ساعه الصبح بدري، بس لما بصحى 6:30 7 الصبح. لا بس انت يعني الحقيقه اتقال انت خاسس جدا الفتره دي. الحمد لله يعني الحمد لله. والله بص يعني بقالي فتره كده بحاول، طبعا مخربط يعني شويه، ملخبط شويه في موضوع الاكل وكده، بس لا كنت شديت على نفسي فتره، فده بان مع ناس كتير بتقول لي كده، وبحاول اثبت موضوع الجري ده مهم جدا يعني. فالحمد لله. بس يعني والله عارف انا كان نفسي يكون حد فيكم قريب مني، يعني ساكن قريب مني. ما هي المشكله فعلا نفس المشكله، كلنا بعيد عن بعض. بالظبط يعني امير في المعادي وماضو هم الاثنين الوحيدين. لا ماضو انت عارف ماضو قريب، هو وائل عامر، بس عارف اللي هو ايه، ماضو اساسا عشان يفكر يقوم من النوم ويغسل وشه وينزل ويجي لي فيها مثلا بتاع 3 ساعات، هيكون خلاص النهارده طلع والناس نزلت الشارع، فاهم؟ فلازم اتفق معاه، يعني اتفق اقول له يلا ننزل نجري الساعه 9 بالليل. انت عارف موضوع طبعا. لا بص هي كمان يمكن عشان اللخبطه في يومك، يعني انت اوقات يوم، انا شويه بقالي فتره طويله بحاول اثبت يومي، يعني مهما كان عندي خروج، مهما كان عندي حاجه، دايما بتلاقي التاخير او السهر بره ده حاله شاذه. يعني بقالي فتره طويله جدا مثبت ان انا لازم اكون في البيت الساعه 10 11 بالليل. طب بمناسبه البيت بقى وكده اهو، اتكلمنا عن احمد موسى اللي مش مطرب. عن الشغل بقى، عن حياتك العمليه. حياتي العمليه بص، انا شغال في السياحه. اوكي. الله يرحمها يعني. طبعا يعني مبدئيا يعني كلنا على باب الله. في بواقي دلوقتي على باب الله يعني. سابقا شغال في السياحه، دلوقتي على باب الله يعني. فيعني شغال في السياحه، وشغلي يعني موجود مسؤول عن تنفيذ برامج سياحيه في مجموعه شركات سياحه يعني. كنت شغال فتره كمان في فريلانس ترانسليتور كده في السفاره الامريكيه. اوكي. بس قبل ما تحصل المشاكل والحوارات والسفاره اتقفلت يعني، ما بقتش مستمر في الموضوع ده دلوقتي. ده شغلي انا بحبه جدا. العيب مني اكيد يعني. يعني السياحه اتضربت والسفاره قفلت. العيب في مين؟ والحفلات وقفت. وبالظبط يعني بقى مش لاقيين ناكل ولا عارفين يعني خلينا اسيب مزيكا واشتغل مذيع. تفتكر ايه يعني؟ ولسه انا وراك لحد يعني. انا لما عرفتك كان عندي 7 عمارات و3 عربيات. محل كده يا ابو سوسو. فعلا. يعني و3 فضيلة حرنكش مش عارف اتباعوا كلهم الكرسي. بدأنا نقلش. انا قلت لكم النهارده في قلش. بص هقول لك لا بجد والله العظيم يعني. لا الناس بص، مشكله الناس ان احنا كاندر جراوند، طبعا انت عارف الاعلام ما بيسلطش علينا الضوء، فالناس اللي بيسمعونا مش حابين يسمعوا عن اللي بيغني على اكتر ما بيحبين يسمعوا الحاجات اللي هم ما يعرفوهاش. يعني اكيد طبعا كل الناس بتحب صوتك، وانا واحد من الناس اللي بحب صوتك جدا انت عارف، بس اقصد ان الناس بقى عايزين يشوفوا حاجه جديده. لا والله انا مبسوط، فبحاول اطلع بقى موسى اللي احنا ما نعرفوش او اللي هم ما يعرفوش. انا مبسوط ان انا كمان وانا جاي مستغرب. انا حتى قلت لك كذا مره مستغرب ان دايما متعودين بنطلع في برنامج او في راديو هنغني، دايما بيبقى معظم الوقت غنى مفيش كلام. فانا بالعكس انا مبسوط ان احنا بنتكلم ناس كمان، يعني في ناس على الفيسبوك عندنا او متابعانا او بتسمعنا من بعيد بس يعني، فنبقى عارفين الجو التاني. بعدين عارف انت الجو بتاع النجوم بقى بتعمل ايه؟ عارف انت اللي هو بتعمل ايه بالليل وبتفطر ايه. ايوه. فكده فانا مبسوط، بالعكس استمر بالاسئله دي. بس فهو ده يعني ده شغلي حاليا وانا مستمر فيه يعني. مش حابب ان انا يعني في وقت من الاوقات كان بيبقى صعب جدا ان انت توفق بين الاثنين، بين لو عندك حفلات او بروفات، وانت عارف المزيكا دايما زي الفريك ما يحب الشريك يعني. بالظبط. ما ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه. ما فكرتش في لحظه انك انت تستغنى عن حاجه مقابل حاجه؟ بص يعني في وقت من الاوقات لسه زي ما بقول لك كده كان ضغط كبير جدا وكان صعب، وكانت بتيجي عليا اوقات يعني بطبق باليومين 3 وكنت ببقى مرهق جدا وده تعبني جدا. بس في نفس الوقت خلينا نكون واقعيين، انا حاسس ان انا لسه ما وصلتش لمرحله ان هو خلاص اقدر يبقى اقول ان المزيكا هي شغلتي، او انا كمان يمكن مش حابب يعني مش حابب المزيكا ماديا ولا معنويا. في الاثنين يعني الاثنين. معنويا ان انا لسه حاسس ان لسه يعني الحمد لله ربنا كرمني بشويه نجاح حلوين الحمد لله، بس حاسس ان انا لسه برضو لسه كتير قوي يعني. بص انا اشهد لك مش قصدي حاجه بده يعني. انا من 2 سنين ما كنتش عارف حاجه اسمها صندوق خشب بالظبط. كان فاكر في مره اسراء علي صديقتنا جت قالت لي ده في باند اسمه صندوق خشب، راح اوديهم برنامج بتاع الباستا ايام كانت 25 كانت فاتحه قناه 25. قلت لها مين صندوق خشب؟ دول بيغنوا راب. فده في حد ذاته نجاح يعني. ده في حد ذاته ان في خلال 2 سنين ما فيش حد في اندر جراوند ما يعرفش صندوق خشب، ما فيش حد في اندر جراوند ما يعرفش احمد موسى الحمد لله. فبقول لك بس برضو مهما كان لسه انت بتبقى عارف ان لسه في نقطه معينه عشان تقدر تقول ان الغنى ده هو ده، او يمكن ده بالنسبه لي. يمكن في ناس تانية تقدر تعمل كده او تاخد الريسك ده، بس انا بالنسبه لي دايما بحب شويه، انا عقلاني زياده عن اللزوم. فانا بحاول يعني احسبها شويه، مش عايز اجازف يعني. تيجي تاخد تليفون؟ يلا بينا. طيب واول تليفون معانا في الحلقه النهارده ونقول الو. الو يا سوني، ازيك؟ عامل ايه؟ مين معانا؟ انا معاك عبد الله ابراهيم يا سوني. عبد الله ابراهيم، ازيك يا عبد الله؟
ازيك يا سوني عامل ايه؟ تسمعنا من اول حلقه؟ ايه الاخبار؟ طبعا اكيد زي الفل. الف مبروك على البرنامج الجديد. حبيبي الله يبارك فيك. معاك بقى نجم الاندر جراوند احمد موسى اكيد احمد على الخط. ايه احمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عبد الله، اخبارك؟ ازيك يا كبير عامل ايه؟ الف مبروك عليك. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك. مبروك لسوني بقى. انا بجد لا هو بيكلمك بيقول لك مبروك على وجودك مع سوري رحاله في البرنامج يعني. الله يبارك فيك يا حبيبي. تاني حلقه وكده والعه معاك. ربنا يخليك يا عم. هو يا ولع والحاجات دي اللي بفهم بالظبط. هي بنقعد في البيت بعدها. هي دي بتقعد في البيت بالظبط يعني. انا متوقع ان بكره يكلموني يقولوا لي الراديو قفل خلاص. حبيبي يا عبد الله لا ما تقلقش هندعمك واحنا واقف. حبيبي يا عبد الله وميرسي على التليفون. موسى من الشخصيات المحترمه جدا وانا بعزها جدا يعني، من اكتر الشخصيات اللي بحبها في الاندر جراوند. ربنا يخليك. بجد اقول له ربنا يوفقك لان انت جامد جدا، وان شاء الله تاخد حقك ومكانك الطبيعي ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يخليك واستمر كده في متابعتي دايما، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن كمان. وميرسي على التليفون ان شاء الله اكيد. حبيبي يا عبد الله. شكرا يا سوني ليك. انا مش هطول عليكم عشان مكالمات كتير حبيبي، وانا عارف ان انا حاولت اصلا لغايه ما اوصل لكم. حبيبي كانت مشغوله حبيبي، ده شيء يشرفني. حبيبي يا عبد الله، مع السلامه. السلام عليكم. عايز افكر الناس برقم تليفوننا اللي حابين يكلمونا. رقم التليفون بتاعنا 011 55 11 7235، ورقم الرسائل 92405 او 92 40 5. انا عايز بس اقول حاجه، ان انا ان لازم تركزوا مع موضوع التليفون ده، لان انا في ناس كتير بعتت لي بتشتكي من الموضوع ده. طيب هنسمع الاغنيه دي ونرجع نشوف بقى موضوع التليفون. طيب اوكي، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. نسمع الاغنيه الجايه سيب كلامك. كلامك حر يجري فوق سطوح دنيا المحال، حرروا في الدم يسري القلوب يولد نار. سيب كلامك حر يجري فوق سطوح دنيا المحال، حرروا الدم القلوب يولد نضال. بلاروبا لاروبا لارو بلاروبا لاروبا لارو بلاروبا لاروبا لارو بلاروبا لاروبا لارو. اكتب البطولة حكاية، مجد الذكرى برجال، وصل كلامك وحكمة وعدل الكف اللي مال. اكتب البطولة حكاية، مجد الذكرى برجال، وصل كلامك وحكمة وعدل الكف اللي مال. يلا باروبا لاروبا رار، اسمع في السقف باروبا لاروبا رار باروبا لاروبا رار باروبا لاروبا رار.
معاك وسط النجوم دايما هنكون معاك فعلا. اسمع اغاني دايما بشكل جديد معاك وسط النجوم دايما هنكون معاك فعلا. اسمع اغاني دايما بشكل جديد. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة. ولسه مكملين معاكم مع نجم الاندر جراوند احمد موسى في برنامج ساعه مع رحاله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام زي الفل. ما كلمني على الاغنيه اللي كانت شغاله دي شويه بقى. انت فكرتني بحاجه مهمه جدا. انا قولي. كنت عايز اشكر بس يعني حد بجد في اغنيه هتمرد. اوكي. الاغنيه دي انها كانت من الخطوات فعلا اللي فرقت معايا كتير جدا وعرفت بيا ناس كتير جدا وحاجه لحد النهارده انا لسه حتى كنت هشيرها النهارده واكتب ان لسه دي تعتبر من الحاجه اللي لما طب الاسم بقى هتمرد. الاسم اسمه احمد حبيب الموزع. عايز اشكره جدا. احمد حبيب صاحب احمد حبيب طبعا. يعني احمد حبيب موزع من الموزعين الشاطرين جدا جدا أكيد. جدا جدا. وبجد انا مبسوط ان انا اشتغلت معاه وحد من ساعه ما اشتغلت معاه وانا يعني عايز اقول لك بيبقى عندي مشكله ان انا اسجل اي حاجه بره لانه خلاص انا مرتاح جدا ان يكون هو معايا. تعب معايا جدا فيها. كمان عايز اشكر احمد عادل لاعب الجيتار مسجل جيتارات من الناس العبقريه جدا واللي ضاف ونقل الاغنيه في حته تانية خالص. فعايز اشكرهم جدا جدا لان هم يعني حبيب لسه لما بيقول لي انا اللي شهرتك ففعلا هو الاغنيه دي كانت سبب من ضمن اسباب الناس كتير عرفتني يعني. تيجي ناخد تليفون؟ يلا بينا. طبعا دلوقتي سوني بيحاول. الو الو. الو. ايوه ازيك يا سامي؟ ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايمي ايه الاخبار؟ ايمي ازيك يا ايمي؟ تمام. انت عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله كله تمام. تسمعينا من اول حلقه؟ هكلمك بقى صديقي صدوق خالص دلوقتي. ايوه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازيك يا ايمي اخبارك؟ منور. ربنا يخليك يا رب ده نورك. بص معايا حد موصيني اني اسلم عليك. هي ماي بيست فريند وقالت لي والنبي لو وصلتي سلمي لي على احمد كتير. بجد؟ طب اسمها ايه؟ ورقم تليفونها؟ اسمها مروه. لا الحاجات دي ممكن تخلص على الفيسبوك يعني. اسمها مروه من أليكس. هي عارفاك كويس صراحه يعني ووصيتني بقى ان انا اقول لك ان هي بتسلم عليك وسهرانه مخصوص تسمعك بجد؟ وهي عندها امتحانات والله. يعني اشكري لي مروه جدا وليلها احمد موسى بيسلم عليكي جدا جدا وربنا معاكي في الامتحانات. وميرسي يا ايمي انك وصلتي. قلبها وقف كده كده قلبها وقف. لا ازاي بقى. انا مبسوط بيكوا اكيد جدا. هتعمل لها سبورت جامد لامتحانها ام شور يعني. لا ان شاء الله ربنا معاها ويعني لازم تركز شويه في الامتحانات وتسيبها من الراديو. خلاص كفايه كده. ما تركزيش في يعني ممكن بصي هقول لك انت ممكن تخليكي مع الراديو لحد اخر يعني بعد اخر حلقه اول اخر حلقه بالظبط وبعد كده اقفلي. كملي بقى فاهمه. كملي مذاكره وميرسي على تليفونك هقول لها ما تركزيش. بتقول لي حيده مز خالص. النهارده متشكرين جدا على اتصالك يا ايمي وخليكي تابعينا لحد اخر حلقه. متشكرين جدا. ميرسي. اكيد ربنا يوفقك يا رب يا سوني. ميرسي جدا وميرسي على تليفونك يا ايمي. ميرسي جدا ويوفقك انت كمان يا احمد ان شاء الله. متشكرين جدا. ربنا يخليك يا ميرسي. باي 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 باي. التليفون التاني ده بقى مفاجاه. الو. ان انا عارف الرقم عشان كده رديت على طول. الو. ماضي التاريخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. احنا على الهوا. محمد عبد العال مارادو. ايوه يا عبعال. يا نهار اسود. احنا على الهوا يعني. ايوه احنا على الهوا. ما تشتمش. طيب انا بتصل عشان اقول لاحمد موسى طنط سعاد بتقول لك الغسيل منشور على حمزه فقبل ما تمشي بقفل باب الشقه. انا طفيت النور قبل ما انزل والله طفيت النور. يعني قفلت باب الشقه ولا لا؟ عشان يعني الجيران بيشتكوا ويقولوا ان المايه بتنقط. لا والمجاري طفحت ومش عارفين نعمل ايه وانا بعيد عن البيت يا احمد. انت فين يا مادو؟ انا دلوقتي في الهرم. انا في الهرم. بلاش كل الناس اللي في شارع الهرم يا ريت يعني يتصرفوا. انا بعيد عن البيت. زحمه ولا ايه؟ زحمه؟ لا الدنيا مش الدنيا فاضيه خالص. بس انت فاهم المشكله يا سوني؟ مقدر المشكله؟ ايه المشكله بالظبط؟ لا
بس انا كده اخدتكم معايا. مساء الخير يا حبيبي، ايه الاخبار؟ انا اصلي كنت قاعد بسمع في امان الله، لقيتني بتشتم وبيتقال عليا اني ما بجريش وبنزل الساعه 9 بالليل. الاول انا نسيت خالص، يا نهار اسود. استنى اقعد بس، اقعد يمين انت كده يا سوني. هات لي احمد موسى الاول. منور يا موسى، جامد وما شاء الله الدنيا زي الفل ومش عارف اوصل لكم على التليفون وحاجه زي الفل يا بجد، ما شاء الله عليكم. بتعلم منك ومنورين الدنيا والحياه حلوه. تعالى بقى يا سوني يا حسين يا سونسون. بقول لك ايه، انا ايدي على الفيداوت. فيديوهاتك عندي. تمام، كنت معاك اول امبارح مع احمد موسى. بس كده. انا نشيط ولا مش نشيط يا سوني؟ والله بص انت يعني قول السؤال تاني. انا نشيط ولا مش نشيط؟ نشيط يا ماضي. هجيب لك حقك انا. هجيب لك حقك. ثانية واحدة بقى، في مفاجأة عايز اتكلم. انا شاكك كده في حد جنبيك. وائل عامر شكله. مساء الخير. ده شكله وائل. مساء النور يا وائل عامر. وائل عامر ايوه. مين؟ احمد موسى فين؟ اهو معاك اهو على طول على الهوا. يلا خش له يا ويل حبيبي يا ويل. اديني احمد موسى واطلع انت بره الخط. اديني احمد، اديني برمضان، اديني رمضان ما توجعش. هو مين اللي معايا بالظبط؟ سوني رحالة ولا احمد موسى؟ لا انا احمد موسى يا معلم. حبيبي ازيك يا احمد يا موسى؟ حبيبي عامل ايه يا وائل؟ وحشني والله، وحشني يا حبيبي. اخبارك ايه؟ وانت كمان يا وائل. ايه مين اللي مطلعك مع سوني رحالة يا موسى؟ تعمل كده في نفسك ليه يا حبيبي؟ عايزين مني حسابنا بعد الحلقة. عايزين مني ايه؟ ليه كده؟ حسابنا بعد الحلقة يا برنس. هنجيبك في شوال هنا الراديو عندنا. هتجيبني في شوال؟ طب يا موسى هنروح نتعشى عندك امتى؟ يلا يا معلم بينا. يلا ممكن نخليها النهارده. يلا نخلص الحلقه دي ونطلع على البيت على طول. ايه رايك؟ طب يلا بينا، بس هجيش معاك سوني بقى. طيب يا معلم انا راشق في المكان ده. ماشي حبيبي يا وائل. احلى تحيه مني ليكوا طبعا. شرفتونا باتصالكم ماضو وائل عامر. انا عايز اشكر بجد ماضو ووائل عامر، لان الناس دي من الناس اللي انا قبل ما اخش الاندر جراوند اصلا كنت بقعد. انا عارف ان انا خيرهم عليك، عارف المعلومه دي. لا ده فعلا دي حقيقه. لا بجد الناس دي انا قبل ما اخش الاندر جراوند اصلا كنت بروح احضر حفلات واقعد اتفرج عليهم كده في طبيعي. كلنا كده. انا في وقت من الاوقات برضو يعني انا اسفلت كنت بحب اتفرج عليهم زمان قبل ما اغني. بالظبط. يعني قبل ما الناس تعرفني حتى كنت وقتها كنت مبتدئ جدا، ما حدش بيسمعني ساعتها، وكنت بروح اتفرج على اسفلت واتفرج على الزيرو واتفرج على ناس كتير جدا. بالظبط. فده شيء مش وكمان يعني. غير كده يعني هم من الناس اللي يعني طول الوقت بغض النظر ان احنا اصحاب، بس طول الوقت سبورت، طول الوقت معايا، وطول الوقت لو بسجل حاجه لو بعمل حاجه بتلاقي في نصايح، بحكم كمان ان هم الخبره وبقالهم فتره طويله يعني قبلي، فبيبقوا في حاجات كتيره جدا مهمه دايما معايا وجنبي فيها يعني. فعايز اشكرهم جدا جدا على وقوفهم جنبي في حاجات كتير ومواقف كتير، وميرسي على تليفونكم وربنا معاكم. اوكي يلا نكمل بقى. ايه ايوه الحوار بتاعنا ونأجل التليفونات حبه عشان في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. قول لي يا باشا. نتكلم بقى عن حياه موسى العاطفيه. طب سوني رحالة والنجوم وهواك. لا استنى، عشان دي معلومه مهمه جدا للفانز يعني. لازم يطمنوا موسى حالته العاطفيه عامله ازاي. لا والله سنجل اند لوكينج ولا لا، ولا مش عارفه ايه ولا. لا حاليا سنجل ونوت لوكينج. ليه بقى بجد؟ ليه؟ لا يعني انا ما فيش مش مرتبط عاطفيا وما فيش اي حاجه خالص، واخد قرار شويه ان انا يعني مركز في شغلي شويه. لا بس شفتك اخر مره كده فاهم، كان في كلام كده عندك على الفيسبوك فاهم. كان في ايه الكلام اللي انت يعني كان في ريليشن بقى كده وبتاع ومش عارف ايه. من فتره كان في، وانا قعدت في بيتنا كده يا ابن المحظوظه فوزي فاهم. ما هي عايز اقول لك ترتبط وانا بقالي 3 سنين سنجل فاهم. ده انا غنيتها يعني. ما انا عايز اقول لك هي بسببك هي ما كملتش اسبوعين. عيب عليك. لا هي بس الموضوع فعلا هي يعني انا مفيش اي حاجه، ومقرر ان انا مركز في موضوع الشغل شويه، مركز في موضوع المزيكا. بحضر لكذا حاجه كده، فمش ناوي احط الموضوع في دماغي خالص دلوقتي يعني. هناخد تليفون وهنرجع نشوف بقى انت كنت بتحضر لايه في الفتره ديت. يلا بينا. الو. طيب الخط قطع. هنخلينا زي ما احنا. يلا بينا. في نفس الموضوع كنا بنتكلم فيه لحد ما يرجع يكلمنا تاني اللي كان بيكلمنا. تمام. طيب نجرب. يلا. الو. ايوه راديو معاك. ازيك انت على الهوا؟ تمام بجد؟ والله العظيم. انا سوني. ازيك يا سوني؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ كله زي الفل. طيب ما عرفتش اسمك بقى.
ايه؟ ما عرفتش اسمك. عرفت اسمي؟ بقول لك ما عرفتش اسمك. كماتشو معاك كمان. كماتشو، ازيك كماتشو؟ ايه الاخبار؟ تمام زي الفل. كله كويس؟ كله زي الفل. كله شيء في مكانه يعني. حبيبي معاك احمد موسى اهو على طول على الخط، خش عليه. حبيبي منور يا موسى. حبيبي يا اسامه، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام يا حبيبي، تمام. تمام قاعد مسافر اهو بقى والدنيا زي الفل. ربنا يخليك. يعني عايزين نقول ان اسامه كاماتسو من اهم الناس اللي متابعانا كلنا تقريبا. طبعا. ودايما السبورت العظيم. دايما من الناس كل الناس اللي احنا كمان بقينا خلاص يعني من كتر ما احنا بنشوفهم دايما معانا في كل حفلاتنا وكده. فانا عايز احييك جدا يا اسامه. يلا بقى عشان الاد بقى، قابل الاد يا معلم. ايوه اسامه كاماتشو يا جماعه على الفيسبوك. قابل الاد بقى يا معلم. عيش بقى. المهم انت مش هتغني؟ والله لا، النهارده انا جاي ارغي. النهارده احنا النهارده حلقتنا تحت شعار رغي بس. رغي بس. ارغي واقلش مع سمير بالظبط. قشطه كبير. برضه صح، كان ساعه كنت نسيت اقول لك عليها. قول لي. في واحد والله يعني في واحد قاعد بيسمعني دلوقتي وبالرغم ان انا ببص لك هوصل لك منه سلام. انت عارفه حبيبك. مين هو؟ محلاوي حبيبي. ان انا عايز اقول لك عنده امتحانات وقاعد بيسمعك. ربنا يخليك يا اسامه، وميرسي ليك وميرسي كمان للمحلاوي، وتحيه ليك، ويا رب دايما تفضلوا متابعينا ونفضل دايما عند حسن ظنكم يا رب. قشطه يا كبير. شكرا جدا على اتصالك يا اسامه، نورتنا حبيبي. ماشي دورك يا باشا. يا رب. عايز افكر الناس برقم تليفوننا للناس اللي حابين يتصلوا يكلموا نجم الاندر جراوند احمد موسى. رقم التليفون 011 55 11 72 35 ورقم الاس ام اس 92 40 5. طيب ما غلطتش المره دي. هو انا مستغرب الرقم ده، بس احنا عايزين ناخد المكالمه ديت. يلا. الو الو. طيب قطع. اوكي يلا بينا. عارف انت بقى احمد موسى خليجي اصلا، ومكالمات الخليجي عماله تنزل هنا كده فاهم، بس انا بختار المكالمات الارقام الحلوه فاهم. يا مسهل الحياه. تعالوا ناخد التليفون دوت ونقول الو. برضو الو. ازيك يا سوني؟ ايوه راديو معاك مين معانا؟ ايوه راديو معاك ازاي يعني؟ راديو معاك مين معانا؟ ايوه صح. معاك كريم. ازيك يا سوني؟ ازيك يا كيمو؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بتسمعنا من اول الحلقه؟ موسى حبيبي يا كريم. من اول الحلقه. ايه رايك؟ هو اولا أيوة. انا رايي بغض النظر عن اي حاجه، مبروك على البرنامج. حبيبي انا كنت مستني اسمع الكلمه دي. اكيد الحلقه جامده جدا عشان طبعا توني موجود فيها وعشان احمد موسى اكيد. حبيبي ربنا يخليك. حلقه جامده جدا. ايوه بس بغض النظر يبقى في حاجه وحشه بقى. يعني انا حسيت ان في حاجه وحشه. انا بالظبط انا قلقت فاهم، فاللي هو ايه، لا انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. معاك احمد موسى على الخط على طول، كلمه بقى هو سامعك. انا سامع موضوع من شويه كان بيقول له في النور وانت نازل وقفل الباب. انا فعلا قفلت الباب وقفلت باب العماره وانا نازل وسقيت الزرع وكل حاجه، عملت كل حاجه. حبيبي يا كريم. مبروك طبعا على البرنامج. ربنا يخليك. ظهور احمد موسى برضه في البرنامج. ربنا يخليك يا حبيبي. عشان انا نسيت من شويه برضه كان بيقول لك مبروك ظهورك معايا في البرنامج. بيقلش عليك. يلا بقى يعني لازم يعني. هل انت من المؤيدين لحكمي ام لا قدر الله من المعارضين؟ حبيبي يا كيمو، ميرسي على تليفونك جدا. حلقه جامده جدا. ربنا يخليك. ربنا يوفقكم يا رب. متشكرين جدا يا كيمو على مكالمتك. ربنا يخليك. شكرا حبيبي يا كريم، متابعنا دايما. عايز اقول للناس اللي مش عارفين يتصلوا بينا او يوصلوا لنا، ممكن يوصلوا لنا عن طريق البيج بتاعتنا على الفيسبوك ساعه مع رحاله، او بيج الراديو راديو معاك. طيب في مسج جات لنا من مفيش اسم. اوكي في اسم اي ميس يو احمد، ميس يو تو سوني، دي برضه لينا كمان. اوكي شغال. المهم يبقى اسمك موجود يعني. بتتمنى لك الخير في 2014 وبعت لك بوسه. انا مين الاسم؟ اسماء سولو. ميرسي جدا يا اسماء. على ايه بالظبط؟ على البوسه اكيد. على البوسه. على البوسه اكيد. ميرسي ليكي، واستني اللي جاي ان شاء الله احسن. اوكي. طيب نتكلم بقى عن حته مشاريعنا احنا ولا مشاريع انا كنت عايز انا لا انت مش فاهم انا بفكر في ايه. أيوه. انا كنت عايز اقول مشاريعك، بعد كده قلت مشاريعنا لما افتكرت ان في حاجه المفروض كنا بنحضرها. ان شاء الله يعني فنتكلم بقى عن المشاريع كلها، ويعني فاهم. بص، اول مشروعنا مع بعض ان شاء الله هنفتح محل كبده اللي هو في اول الشارع ده. لا احنا اتفقنا ان احنا مش هنخليه كبده بقى. سجق.
لا موضوع بس مش هينفع اقول على الراديو. طيب خلاص. بيك تيست خلاص مشيها كده. فين سندوتش البيك تيست بتاعي اللي انت اكلته من يومين يا موسى؟ يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه عشان هو مشرد لي وعمال يفضحني وبتاع البيك. انا يا جماعه احنا اصحاب، فانا خايف عليه. كلنا خسينا الا هو. الكرش عمال يزيد. على فكره تعرف ان الكرش اللي انت مش عاجبك ده علامه مميزه. دي فانز اساسا زي فانز بتاعتي بالظبط، وزي داركي. زي داركي. مش كان كرشك وداركي بقى اشهر منك. فانا يا جماعه لقيته بس يعني متهور جدا وجايب عمال ياكل اكل كتير جدا بما فيهم ساندوتش بيك تيست. انا قلت اكله عشان على فكره انت كداب. هو كان سيزر سلطه وكان ساندوتش بيك تيست. ده غير تورته. ما اكلش التورته. لا ما اكلش التورته. تورته الايس كريم للاسف ما لحقتش اكل التورته، كنت نايم وقتها. ماشي. فيعني انا قلت اخليه يخس وما ياكلش حاجات دي، ياكل سلطه بس عشان يخس. يعني كلنا خسينا فانت لازم تخس. ده خوف على مصلحتك. يا سلام بجد. انا ما كنتش عارف يا جماعه كنتوا تحبوني للدرجه دي. اعقلوا الكلمه. تعالى ناخد التليفون ده ونرجع تاني. يلا بينا ونقول الو. الو. ايوه. انت فين؟ بقالك كتير ما بتتصلش علينا ليه؟ ايه؟ لا مفيش حاجه. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ كله كويس. تمام. مين معانا؟ تقى. ازيك يا تقى؟ الحمد لله تمام. انا قلت برضه كنت بشبع على الصوت. ايه؟ كنت بشبع على الصوت برضه. عيب عليك يا سوني. معاك احمد موسى على الخط. انا كويس كله كويس. معاك احمد موسى على الخط. يلا اهو. الحمد لله يا تقى. اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله اهو تمام اهو زي الفل وسقعان وبردان. بتكلم كتير انت عارف انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا تقى. يا رب. ميرسي يا تقى. ميرسي. ادعي لي كده. عامة مش هطول عليكم عشان اكيد في ناس كتير. انا بعد 171 ميس كول انتوا رديتوا عليا. يا نهار اسود. كام انا زهقت من كتر ما كام والله. هي المشكله عندنا احنا عندنا 171 ميس كول يا جماعه. انا عامل لك سكرين شوت. هي المشكله كلها ان احنا عندنا خط تليفون واحد بس، فكل الناس بتحاول توصل لنا عليه. نجيب بقى خطين 3 بقى. نجيب. بتقول احنا مستنيين بقى مع الخطه 5 جايه هنجيب بقى 5 خطوط وكده، عارفه يعني هيبقى الموضوع كبير يعني. هو انا بعد ما قعدت 171 ميس كول ممكن يعني يا ريت بس تبعت لنا سكرين شوت للموضوع ده بالظبط. لا هعمل لك ونحطها على صفحه عشان ننزلها على صفحه البرنامج بالظبط. نكلم مستر حماده. ارجوك عايزين خط تاني. ميرسي يا تقى على تليفونك. نورتينا باتصالك يا تقى. ربنا يخليك. ميرسي. مع السلامه. نرجع لموضوع المشاريع. تمام. يعني انا خلصت تقريبا توزيع اغنيتين جداد. اغنيه هتبقى حزينه جدا. بحاول اقلدك انت وامير. بس خلي بالك من حاجه. ان المجال ده عامل زي عش الدبابير، لو دخلته مش هتعرف تخرج منه. انا عايز اقول لك فعلا يعني انا يعني خلصت توزيع اغنيه حزينه ولقيت نفسي ان انا بجهز اغنيتين حزينه. ما هو المشكله ان هو ادمان. كآبه. انك انت بتلاقي نفسك عايز تطلع اللي جواك، عارف كل الضغوط بقى بتطلع في الاغاني، فاهم؟ بالظبط. بس يعني هي اغنيه يعني انا خلصت توزيع اغنيه حزينه جدا واغنيه رومانسيه حزينه يعني. واغنيه ثانيه هتبقى هاوس ان شاء الله. دول ان شاء الله داخل اسجلهم قريب. هصور الاغنيه الحزينه هتبقى لا تحزن. الاغنيه دي قريبه مني جدا لان انا بحبها جدا. ليها ذكريات كده غريبه شويه. فان شاء الله يعني انا قعدت 2 سنين وكنت غنيتها من فتره طويله وما كنتش بفكر خالص ان انا هسجلها وهصورها اصلا. بس انا عايز اشكر كمان احمد مختار جدا جدا. هو لاول مره هو اللي بيوزع. يعني احنا كلنا عارفين وربنا يستر ككمانجاتي يعني هو بيوزع وربنا يستر. لا انا عايز اقول لك بجد التوزيع فظيع. انا اتفاجئت نفسي. الموضوع طالع حلو جدا جدا وان شاء الله يعجب الناس قوي. فعايز اشكر احمد مختار على تعبه معايا في توزيع الاغنيتين دول. اوكي هنروح نسمع بتاجر بدينك ونرجع تاني. ما تروحوش في اي حته، احنا لسه مكملين معاكم مع برنامج ساعه مع رحاله مع النجم الاندر جراوند احمد موسى. لسه ما شبعتش مواد، لسه ما زهقتش وجع، واللي بيتاجر بدينك لسه فاجر مرتجع، لسه ما شبعتش مواد، لسه ما زهقتش وجع، واللي بيتاجر بدينك لسه فاجر مرتجع.
زي صلاة بدون طهارة. افتولوا يا شيوخ الطهارة، قلبي مينا وعين حرام، والوابور كسر الإشارة زي صلاة بدون طهارة. افتولوا يا شيوخ الطهارة زي صلاة بدون طهارة. افتولوا يا شيوخ الطهارة، قلبي مينا وعين حرارة، والوابور كسر الإشارة زي صلاة بدون طهارة. افتولوا يا شيوخ الطهارة 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 زي صلاة بدون طهارة. افتولوا يا شيوخ الطهارة. على كل ظالم. الو. ايوه يا ابني، ها وصلت لفين؟ يا باشا انا وصلت الراديو معاك اهو يا باشا، هتسمعني؟ حول. سامعك يا ابني من غير الهبل اللي بتقوله ده. باشا السكيورتي بتاع الاستديو شرب الملعوب ودخلني كاني واحد منيهم. مبسوط كده؟ حول. يا ابني بطل كلمة حول اللي بتقولها دي. انا دخلت الاستوديو اهو يا باشا، بس ذوق بلدي قوي، لا ما فيه طعم مذهب ولا نيش حتى. احنا بنروح في داهية اهو اهو اهو. اللهم صل على النبي. كل ده استديو؟ ده اكبر من شقتنا كلها يا باشا، في ميكات وكمبيوتر وسماعات وكراسي جلد كده بتعلى وتوطى. بقول لك ايه يا باشا، انا هاخد كرسي من دول بعد ما نخلص المهمه. يا ابني خد اللي انت عايزه وخلصني. ايه ده؟ في ايه؟ نهار اسود، ده في جهاز مكتوب عليه ميكسر وفي زراير كتير قوي يا باشا. ايه ده في كاميرا اهو وشكل الناس كلها شايفاني. باشا بعمل لك باي اهو يا باشا. شايفك بطل الهبل اللي بتعمله ده. ايه ده؟ مين الناس اللي وراك دي؟ ايه ده؟ انا شكلي اتعكشت يا باشا والمذيعين جم. طب نكمل مهمه بعد البرنامج بقى، ماشي؟ يلا باي. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة. ولسه مكملين معاكم برنامجنا ساعة مرحلة على راديو معاك، ومعانا نجم الاندر جراوند المعروف المشهور المتعلم المثقف احمد موسى. هتديني 20 جنيه على الناس هتكرهني اصلا. عايز افكر الناس برقم تليفوننا لو حابين يكلمونا 011 55 11 72 35 ورقم الاس ام اس 92 405. واللي مش عارف يوصل لنا عن طريق التليفون ممكن يدور على صفحة البرنامج ساعة مرحلة بالعربي وبالانجلش على الفيسبوك، او صفحة راديو معاك موجودة برضه على الفيسبوك. عامل ايه يا موسى؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ بتابع اللي انت بتعمله والانبوكس بتاعك. نتكلم عن الاغنيه اللي فاتت شويه. نتكلم عن الاغنيه اللي فاتت. الاغنيه دي يعني ليها ذكرى معايا ذات نفسي، ان انا كنت قاعد وانتوا شغالين فيها. سوني كان موجود فعلا وقت تسجيلها بالظبط وتوزيعها. يعني انا عايز اشكر كمان بالصدفه انه صالح الحداد بجد من الناس المحترمه جدا وطيبه جدا، وهم اهل اليمن كلهم طيبين جدا بطبعهم. يعني عايزين نقول له ربنا يرجعك بالسلامه بلدك الثانيه مصر، يا رب. عشان هو كان عنده مشاكل كده في الرجوع لمصر يعني. يا رب، وحشتنا جدا. ويعني عايز اشكره جدا على تعبه، لان دي تقريبا كانت اول حاجه اسجلها لوحدي بعيد عن البند يعني. فعايز اشكره جدا على تعبه معايا. وبكار برضو بكار عايز اشكر مصطفى بكار، سجل معايا. مصطفى بكار معايا في البند، فكده كده بشكره كتير، مش مهم. قشطه مش مشكله. لا طبعا مصطفى بكار من الناس. لو تعرف بكار بقى اسمر ممكن يلمنا حبه سمر من الناس السمر ده عارف ايه ويضربونا. لا بكار من الناس. بكار كمان من الناس الجدعه جدا، ان على طول معايا في اي حاجه يعني. في مكالمه، تعال نسمع. تعال ناخد نسمع المكالمه دي نشوف. استنى انا هخش. اوكي. ومعانا مكالمه ونقول الو. لا قولها تاني بقى. ومعانا مكالمه نقول الو. يا سوني. لا انا احمد موسى. سوني خرج راح مشوار. انا خليته هو يرد على المكالمه دي بالصدفه بقى، هو اللي رد عليك. اشمعنى يعني المره دي بقى؟ مش عارف، حظك بقى النهارده احمد موسى يرد عليك. معاك سوني اهو، تحب تقول ايه؟ يا حبيبنا حبيبي ربنا يخليك. معاك سوني، تحب تساله ايه بقى؟ عايزك قول لي مين معانا الاول. انا البروف. ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام، كله كويس الحمد لله. اخيرا وصلت لك يا راجل، ده بقالي صايع وجعني. والله انا نفسي مش عارف اوصل لي، بس هعمل ايه طيب يعني. انت عارف البرنامج بتاعنا مكسر الدنيا، واحسن برنامج في احسن راديو انترنت موجود في مصر، فيعني انت عارف المكالمات كتير بقى وبتاع. عارف فاهم. بس عارفين احنا مسؤولياتك والناس بالظبط. احمد موسى معاك على الخط اهو على طول. قول له، شوف عايز تقول له ايه. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام حبيبي. يعني
الاخبار؟ كله تمام، كله زي الفل. قاعد انا ساعه. بس عايز اسالك سؤالين. اتفضل. اول سؤال، ايه رايك في سوني اللي انت قاعد معاه ده؟ تمام. تاني سؤال. وثاني سؤال بقول لك ايه، انت مين اللي انت عايزه دلوقتي تغني معاه في الاندر جراوند؟ تمام. طيب انا عايز أوكي. اشكرك وهجاوبك شكراً على جداً اتصالك السؤالين وهنجاوبك على اسئله. تمام تمام حبيبي يا مان، ميرسي جدا على تليفونك وتابعنا دايما، وهجاوبك على السؤالين دلوقتي حالا 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 حالا. ناخد تليفون تاني ونقول الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ كله تمام. تعرف فيكي؟ صح الاول. زينة معاك يا سوني. جينا، ازيك يا جينا؟ عامله ايه؟ انا استغربت لما لقيت برايفت نمبر، استغربت برضه. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ انا سمعت ان انت معاك احمد موسى، قلت احمد موسى منورنا من اول الحلقه اهوت. احمد عامل الحمد لله تمام. ايه عامل ايه يا الاخبار؟ أحمد؟ الحمد لله تمام أخبارك؟ زي الفل اهو. انا بقالي ساعه، انا بتصل من اول البرنامج يا احمد على فكره. بقالي والله ساعة هي كل بتصل الناس بيه. بس انا عايز ابارك لسوني على الموضوع ده، لانه كده ده دليل يعني ان البرنامج ما شاء الله ناجح ومسمع جدا. فالتليفونات كتير، الناس كلها بتكلمنا بتقول لنا اللي بيتصل 171 مره. عشان معايا واحد نجم. لا لا حبيبي ربنا يخليك. وبعدين اصلا حظي كويس اصلا عشان اتصلت بعد الاغنيه اللي انا بحبها بجد؟ طب بتاجر سكينك. انت عارف ان انا بعشق الاغنيه دي، بحبها جدا. طب الحمد لله. وحلقه جميله، انا متابعاها من الاول وشغل جميل. بس انا بنصحك تبعد عن الكآبه يا احمد يا موسى. لا هو انا قلت له ده عيش الدبابير اللي لو كفاية سوني دخلته، رحالة وامير يوسف. اللي لو دخلته مش هتعرف تخرج. لا والله هو بس يعني انا عايز اقول لك، وانا بسجل حاجه كئيبه سجلت معاها حاجه يعني هاوس بقى وبتاع والجو ده يعني فاهمه، بحاول ما اروحش في المود ده. نحت يعني، شغل نحت. شغل نحت بقى. اقتراح حلو يا احمد موسى، ايه اتفضل. رايك ما تغني شعبي؟ انا موافق جدا، موافق جدا. بقول لك الكلمه دي هتتحسب عليك فبلاش يعني. لا بص على فكره، لا هقول لك على حاجه. احمد موسى من احسن الاصوات في الاندر جراوند. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا انا جينا. ما بعرفش انافقهم يعني. ربنا يخليكي. متشكرين جدا على اتصالك يا جينا. كلهم ميرسي. احمد موسى من الاصوات الحلوه جدا يعني اللي سمعتها فعلا. ربنا يخليك. ربنا معاك يا احمد. واستني اللي جاي بقى هيكون احسن. ان انا اسمع جديدك بقى ان شاء الله قريب جدا هتسمعي حاجات حلوه جدا يا رب تعجبك. يا سوني بالنسبه لعربيه الكبده يعني ينفع ادخل شريك ولا ما ينفعش؟ والله بصي يعني برزي فلوسك هنشوف الموضوع. طب اسمه 13 جنيه تنفع معاكوا ولا ايه؟ 20 جنيه. متشكرين جدا على اتصالك يا جينا. على تليفونك. خليكي معانا لحد اخر الحلقه واسمعينا. ربنا معاك يا احمد، ونتمنى دايما اسمع منك. ربنا يخليك يا رب. ميرسي جدا. ميرسي جدا. يعني. استني اللي جاي ان شاء الله. طيب احنا مش فاضل لنا كتير، ايه رايك لو كملنا بقيه الحلقه؟ انا عايز بس عشان الناس اجاوب على السؤالين اللي سالهم. ده انا بحاول اتوه. لا ايه رايي في سوني رحاله؟ سوني رحاله حد لا لحظه واحده، هو قال ايه رايك في سوني رحاله في 14 صفحه فلوس كاب. اوكي. لا انا هقول في حاجتين بسرعه. سوني رحاله شخصيا حد طيب جدا من جواه وجدع جدا، وان كان بيظهر عكس كده شويه في مواقف مع الناس، بس تبقى نتيجه ردود افعال وحاجات كده كتير. بس هو شخصيه طيبه جدا وجدع جدا. فنيا من الناس اللي ناجحه جدا وقدر ينجح يعني طبعا بتوفيق ربنا ثم بمجهوده وتعبه، لانه تعب كتير جدا. فعشان كده ربنا حب فيه ناس كتير جدا ونجحه في وقت قصير جدا، وبقى اسم من الاسامي القويه في الراب وفي الاندر جراوند. ربنا يخليك يا موسى. السؤال الثاني قال لي ايه مين اكتر حد عايز تغني معاه دلوقتي؟ ناس كتير جدا واسماء كتير جدا يعني اتشرف ان انا اغني معاهم. طبعا بفكر انا بالنسبه لي الحلم اللي في دماغي دلوقتي نفسي اعمله ان احنا نقدر نعمل حاجه كل الاندر جراوند يشاركوا فيها. ده حلم بالنسبه لي نفسي اعمله يعني. بس طيب المكالمه دي انا برضو بشبع على الرقم، يلا يعني فهدخلها لك برضو مخصوص يعني. ونقول الو. الو. ايوه يا سونسون. اهلا. اهلا انت معانا على الهوا، معانا على الهوا يا موسى. وبكرر تاني على الهوا. يا موسى. ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. مين معايا طيب؟ كويس. مين معايا؟ انا هشوف هو يعرفك ولا لا. انا هشوف هو انا عرفتك عموما. نور. بس انا نور صح؟ حبيبي يا موسى. حبيبي يا نور، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مش انا قلت لك بلاش تطلع الحلقه دي؟ والله يا بنتي بص انا بقول لك ايه، كل كلمه هتقوليها هتتدخل عليكي في بعد الحلقه هنتجمع. يعني لا خلاص ما عادش في اي ابتزاز يا سوني. خلاص وقتك خلص سيبني اخد فرصتي بقى. حبيبي يا نور، انت عامله ايه؟
انا تمام كويس، كله كويس. كله انت تمام. انا كله تمام اهو قاعد اقلب بقى الحلقه بسرعه. يلا هخلص بسرعه اهو على طول. الكلمه دي تتحاسب عليها بعد الحلقه. فعلا. متشكرين جدا باتصالك يا نور. ميرسي يا نور نورتينا. جدا. ميرسي على تليفونك يا نور. لا اللي خلينا نرد على المكالمه دي. ميرسي يا نور جدا جدا. طب ايه رايك ناخد اخر مكالمه؟ يلا قبل ما بينا نقفل. يلا بينا. طيب معانا مكالمه ثانيه، نقول الو. الو مساء مساء النور. سوني معايا؟ ايوه سوني معاك، راديو معاك وانت دلوقتي على الهوا، واحمد موسى سامعك وخش عليه على طول عشان فاضل لنا دقيقه واحده بس ولازم نقفل الحلقه. احمد موسى عامل ايه؟ الحمد لله تمام بسرعه. حبيبي يا زوما، عامل ايه يا زوما؟ عامل ايه؟ ازيك يا سوني؟ الحمد لله كله تمام يا حازم، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، الف مبروك على البرنامج. حبيبي الله يخليك. مبسوط جدا ان انتم متجمعين مع بعض والله يعني انا كمان مبسوط بجد انك انت معانا واحمد موسى هو معاك بقى، قول له كل اللي انت عايز تقوله له. احمد يا موسى بجد مبسوط جدا ان انت موجود دلوقتي مع سوني حبيبي، يعني ربنا يوفقك عشان انت صوتك حلو، ربنا يخليك وشاطر وبتسعى يا رب، يعني وربنا معاك ان شاء الله يا رب. وميرسي يا حازم، وانت كمان وب10 يعني عارف. بغض النظر عن القلش. ربنا معاك يا حازم، انت كمان من الناس المجتهده جدا، وان شاء الله هتبقى من اكبر الممثلين في المستقبل ان شاء الله. ومبسوط ان انت معانا دايما ومتابعنا حبيبي يا حازم. يا رب ربنا يكرمك. ربنا يخليك حبيبي. لو انت بس مش هطبق عليك كده وابارك فيك. ربنا يخليك، شكلك لسه صاحي فتصبح على خير. متشكر جدا لاتصالك يا حازم حبيب قلبي. يلا طيب اخر حاجه معانا عشان احنا فاضل لنا دقايق قليله قوي. نعم. زي ما عملت الحلقه اللي فاتت، في حاجه كده بعملها في اخر الحلقه، بقول لك اسم وبتقول لي عليه جمله مكونه من 4 كلمات بالكتير قوي عشان الوقت. هبتدي اول اسم ماضو. اجدع حد بسرعه عرفته في الاندر جراوند. وائل عامر. اجمل صوت بحبه احمد مختار. ناس طيبه قوي مع انه مظلوم. بين قوسين المتحرش الصغير. محمد يونس. اطيب قلب شفته. صالح بيكشون. جدع لأبعد الحدود. السنجاب أمير يوسف. من أكتر الناس المجتهدة والشاطرة اللي شفتها. النجم الجامد جدا سوني رحالة. طيب جدا ومجتهد جدا وناجح جدا. طيب احنا كده تقريبا الحلقة بتاعتنا خلصت النهاردة. بتمنى ان كل الناس اللي سمعونا تكون عجبتهم او انها ترضاهم الحلقة. عايز اقول لهم تابعونا دايما على البيج بتاعتنا على راديو معاك. البيج بتاعتنا اسمها راديو معاك بالانجلش على الفيسبوك، او بيج ساعه مع رحاله بالعربي وبالانجلش على الفيسبوك. لو شوفوا قولوا لنا انتوا عايزيننا نجيب لكم مين الحلقات الجايه، واحنا هنحاول نجيب الضيوف اللي انتوا تحبوا ان هي تكون موجوده. اخر حاجه موسى يقول ايه للناس اللي تسمعوا، يقول ايه للناس اللي بتحبه، يقول للناس اللي بيسمعونا دلوقتي. انا عايز اول حاجه اشكرك واشكر راديو معاك ان انا كنت معاكم النهارده، مبسوط جدا. و عايز اقول حاجتين مهمين. عايز اشكر كل حد بيسمعني او بيتابعني سواء على الفيسبوك او سواء بيسمع اغنيه او ما يعرفنيش اصلا بس بيسمعني بالصدفه او بيسمع اغنيه، لان وجودكم هو ده اللي بيخليني اكمل واقدر اعمل يعني اقدم احسن ما عندي. فمبسوط بيكم جدا، مبسوط بكل كلمه بتجيلي او برسائل اللي بتبعت لي، مبسوط باي برنامج بكون فيه والناس بتكلمني. خليكم دايما متابعيني واستنوا اللي جاي هيكون احسن. تاني حاجه عايز اقولها، عايز اشكر باند صندوق خشب بكل الاعضاء اللي فيه بقى، كريم وشادي وبكار وشيكو ويعني كل الناس، وهاني عبد العاطي. الناس دي لولا يعني وجودهم، لولا ان انا وجودي معاهم هو ده اللي فرق معايا في حاجات كتير وخلى بقى في ناس تعرفني وتتابعني. فعايز اشكر باند صندوق خشب جدا. وعايزين تعرفوا اي حاجه عني تابعوني على الفيسبوك على البيج باند صندوق خشب، دي في كل الاخبار عن حفلاتنا اللي جايه. او تابعونا على اليوتيوب برضو نفس الموضوع، صندوق خشب بالعربي او بالفرانكو. واحمد موسى بس. مبسوط ان انا كنت معاكم جدا. اساسا الكلمه دي لوحدها، هي الكلمه دي لوحدها كتاب اصلا يا عم. ولا يعني اي حاجه، ايه الكلام الكبير. اهم حاجه البيك تيستي. ايوه البيك تيست يجي لي لحد عندي. حاضر. مبسوط ان انا كنت معاكم جدا وميرسي ليكم وشكرا لكل الناس اللي كلمتنا، واسفين لكل الناس اللي كلمتنا ما عرفتش توصل لنا بس غصب عننا. شكرا ليكم وتابعونا دايما واستنوا اللي جاي. دي كانت نهايه العالم. دي كانت نهايه الحلقه. كان معاكم سوني رحاله، مغني راب مشهور متعلم مثقف، عارف انت الحاجات الكتير قوي ديت. استنونا الحلقه الجايه في نفس الميعاد يوم الجمعه على راديو معاك من الساعه 12 للساعه 1. هيكون معانا ضيف تاني انتوا بتحبوه. وتابعونا برضو على البيج بتاعتنا على بيج راديو معاك بالانجلش او ساعه مع رحاله بالعربي وبالانجلش على الفيسبوك. شكرا جدا، اسفين اذا كنا طولنا عليكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. مين الرئيس
ضابط قديم في جيشنا ولا كان ضابط بوليس؟ مين الرئيس؟ بيقول حرام بيقول حلال ودقنه بتخبي القميص ولا فلوس؟ مين اللي كان دايما يقول المصري غالي ومش رخيص ولا يكون ربيب لسجن من السجون وحلمه أصبح مش حبيب؟ كان أصله إيه وفصله إيه وإيه حكاية حضرته؟ تبعني مين واخدنا فين ومين ممول حملته؟ كان أصله إيه وفصله إيه وإيه حكاية حضرته؟ تبعني مين واخدنا فين ومين ممول حملته؟ حاسس بشعب ولا هدف يبقى فرعونها الجديد؟ مشتاق لهرش ولو تناقش تختفي ورا سور حديد. حاسس بشعب ولا هدف ويبقى فرعونها الجديد؟ مشتاق لهرش ولو تناقش وتختفي ورا سور حديد. مين الرئيس؟ مين الرئيس؟ بيسأل عن مصير، بيستني من بكرة الكتير وثورته